كان يا مكان في ليلة دافية وبيت هادي، كان في ولد جميل اسمه مصطفى كان ذكي وشاطر، بس كان عنده مشكلة صغيرة، ما كانش بيحب يذاكر. عندي مذاكرة كتير النهاردة. وفي يوم مصطفى كان قاعد قدام كتابه، وفجأة ظهر نور غريب، طلع جني صغير جميل. الجن ابتسم وقال: مالك يا مصطفى، مش عايز تذاكر؟ أنا ممكن أذاكر مكانك. واو، خلاص اتفقنا. مصطفى سابه وراح يلعب على الموبايل، ومن اليوم ده الجن بقى يذاكر مكان مصطفى، يحل الواجب ويراجع الدروس. وفي يوم بعد ما رجع مصطفى من المدرسة، طلع كتبه بسرعة وقال للجني: يلا بقى حل انت الواجب. الجني قعد يذاكر، ومصطفى راح قاعد على السرير ومسك الموبايل وبدأ يلعب. بس مع الوقت بدأ يحصل حاجة غريبة جدا. الجني كان بيكبر شوية شوية لحد ما بقى قد مصطفى بالظبط. وتاني يوم الجني لبس شنطة المدرسة، بص لمصطفى وقال: خليك انت، انا اللي هروح المدرسة النهاردة. وخرج. مصطفى فجأة حس ان جسمه بيصغر، وفضل يصغر ويصغر لحد ما بقى صغير جدا. بص حواليه وهو مرعوب: ايه ده، انا صغرت كده ليه؟ بس فجأة مصطفى صحي من النوم، كان على سريره وقلبه بيدق بسرعة. بص حواليه وعرف ان كل ده كان حلم، وقام بسرعة ومسك كتابه وقال: أنا لازم أذاكر بنفسي حتى لو هتعب شوية. بس كان مبسوط لأنه بيعتمد على نفسه خلاص. ومن يومها مصطفى فهم إن اللي يتعب ويذاكر بنفسه هو اللي بيكبر وينجح. وانتم كمان يا صحابي، عايزاكوا تكونوا زي مصطفى. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.